ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. استعاد برشلونة صدارة الليغا مؤقتا بفوزه على ضيف إشبيليا بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثامنة، وذلك في مباراة سابقها توتر كبير بين الإدارتين على وقع قضية نيجريرا. على وقع تداعيات قضية نيجريرا، فاجأ إشبيليا مضيفه برشلونة بأن إدارته لن تشارك المنصة رفق إدارة البارسا التي اعتبرت هذا القرار متسرعا قبل صدور الحكم القضائي، فجلس كل منهما في ناحية. أما على خط الملعب فكانت الأجواء ودية أكثر. برشلونة اعتبر أن هجوم الضيوف بدأ حتى قبل المباراة، فكان الرد بسرعة عبر يمين جمال الذي أخطأ الترويض فضاع منه التسديد. راكيتيتش سدد باتجاه زميله السابق كأول رد إشبيلي صريح، ولكن تير شتيغن رفض فتح باب التسجيل. أول تعاون بين الجواوين المعارين كاد يسفر عن أول أهداف البرشا، ولكن العارضة رفضت الوقوف مع أصحاب الأرض. رد إشبيليا جاء من داخل منطقة الجزاء بتسديدة من أوكامبوس، ولكن جافي وعلى طريقة حراس كرة اليد أخرج الكرة من قلب المرمى. جواو كانسيلو واصل تقديم الهدايا، والرد نفسه الهدية مرفوضة، وهذه المرة من قبل رافينيا الذي لم يكتفي بالإضاعة بل أضاف إليها الإصابة. بديل رافينيا فيرمين لم يأتي بالجديد وأضاع أسهل كرات المباراة. تأخرت الخطورة في الشوط الثاني، ولكن النتيجة لم تتبدل، وبرشلونة فشل مرة أخرى في أن يسجل. راكيتيتش اقترب من فتح عداد الأهداف، ولكن كرته جانبت المرمى. سيرخيو راموس سئم حالة التعادل، فقرر أن يمارس عاداته بالتسجيل، ولكنه أخطأ المرمى فأعطى التقدم لبرشلونة بالهدف الأول. وكأن لسان حاله يقول هنا: تذكرتك، أنت ذلك الصغير الذي أمسكت بيده ذات كلاسيكو، وهنا أخطأت أمامك. الدقائق الأخيرة كادت أن تريح جماهير برشلونة، لكن الحال لم يتغير والجميع يضيع الفرص. لتنتهي المواجهة بهدف وحيد لبرشلونة، ولكن هناك مواجهات أخرى في قضية نيجريرا. مندي بابار عمل تغييرات ربما أثرت حتى على أداء وتركيز اللاعبين، خصوصا عندما دخل أكوني في الجهة اليسرى أصبح يلعب لاعبين مدافعين في الجهة اليسرى، ومن الخطورة كلها كانت في الجهة اليسرى اللي فيها جمال وفيها كانسيلو. لقطة الهدف لو استغرابي حتى من خروج البلجيكي لوكوباكيو ودخول دياز. انت اخطر لاعب كان عندك البلجيكي كان في الجهه اليسرى، كان الكانسيلو ما كانش يصعد كثير، لانه لما خرج المهاجم البلجيكي لوكياباكي اصبح كانسيلو استراح، اصبح يهاجم واصبح يساند اكثر يمال في الجهه اليمنى. يوسف انا وبالتالي اعطاه فرصه. شوف اللي حرر، انا معاك اللي حرر وساعد في المكسب لبرشلونه وخلى لامين عنده خطوره اكبر. اللاعب فيرمين لاعب ممتاز يا مهند، عمل حيويه في وسط الملعب، عمل تفاهم وجبهه ثلاثيه بينه وبين كانسيلو وبين لامين. الجبهه دي اشتغلت كويس جدا، وكانت هي السبب الرئيسي في الخطوره والسبب الرئيسي في الفوز. فيرمين لاعب ممتاز، عنده السرعه اللي مفتقدها برشلونه مهند لما بيستلم الكوره. لاعب مميز جدا، وبصراحه مع الخبره هيبقى مكسب كبير جدا لبرشلونه. هشوف ان هو خطر جدا، كل ما بيلف ويروح بوشه عنده السرعه والريتم السريع، واللعب بتاع انيستا واللعب بتاع تشافي، اللعب اللي فيه موهبه وفيه سرعه وفيه رتم مختلف يضرب الدفاعات. كل ما كان بيستلم كوره ويروح بوشه على مدافعي اشبيليه كان بيعمل خطوره. زياده كانسيلو دايما كل مره يطلع فيها يوسف يتقدم ويلعب دبل باص يضرب دفاع اشبيليه كله.
فنقطه التغييرات اللي اتكلم عليها اشبيليه كان لازم يعمل تغييرات. الظهير الايسر بيدروزا لاشبيليه مات من لامين ومن مسانده كانسيلو ومن نزول فيرمين. فالجبهه دي كان لابد ان يحصل تغييرات فيها لانه ما كانوش هيقدروا يكملوا مع سرعه اللعيبه الصغيرين. لا لما خرج لوكي بيكيو اصبح كانسيلو يصعد اكثر. لوكي بيكيو كان عامل خطوره، كان دائما كانسيلو دائما استنفذ بدني. شوف تدخل ممكن يدخل لاعب ثاني طرف عنده نزعه هجوميه اكثر، لانه بص اللاعب خارج عامل ازاي يا يوسف، بص خارج بيعمل ازاي، مش قادر برشلونه. ما هو ده اللي انا بقول لك، كان لازم يخرج لانه مش قادر خلاص. لو اكونيا عنده دفاع هو مدافع ايسر، بيتروسا واكونيا لاعبين مدافعين، راجع من اصابه ومريانو راجع من الجهه اليمنى. صح. شيء اخر اليوم اللي لكن رغم هذا كابتن يوسف كابتن وائل اشبيليه قدم مباراه كبيره اليوم على مستوى التنظيم، على مستوى الانضباط التكتيكي، خلق فرص اليوم، كان منافس قوي اليوم، ما كانش مباراه سهله اليوم. لولا الخطا انا ما اعتقد ان برشلونه كان يسجل اهداف في الظل سوء مستوى ليفاندوفسكي تكلمت عنه منذ بدايه الموسم هو سيء، ليس سوء توفيق لكن سوء مستوى. المباراه الاولى صحيح سجل 5 أهداف، لكن مجمل المباراة هل هذا هو ليفاندوفسكي الموسم الماضي؟ ليفاندوفسكي من نصف فرصة كان يسجل لك هدف، اليوم كم حتى في تمريراته كانت كلها تمريرات خاطئة، يخرج كثير لا يساند، كان يتحكم في الكرة، كان يعطي الحلول، كان وحده من نصف محاولة يسجل من هدف. اليوم لغاية الآن هو أكيد لاعب على مستوى، لكن يحتاج انت تقييمك للمباراة اليوم مش مواجهة اليوم، من بداية الموسم، من بداية الموسم في لعيبة برضه يا يوسف النهارده سبب في الفوز. احنا انتقدنا ان في اخطاء دفاعية، ولكن تمركز كوندي وتمركز كريستيانسن النهارده جيد في لقطات كتير، كانوا كويسين جدا متمركزين بشكل كويس، انما العدد الهجمات الكبير اللي بيجي على برشلونة هم مش مسؤولين عنه. التنظيم الدفاعي في وسط الملعب، الانتشار بتاع لعيبه وسط الملعب، لما الكوره بتتقطع منهم لعيبه برشلونه بيتسبب ان في زياده عدديه بتيجي على الدفاع، انما هم كاثنين مدافعين كانوا متمركزين بشكل كويس. كانسيلو عمل مباراه في الجانب الهجومي اجمالا مميزه. جافي انا بشوف على ان هو ذكر كانسيلو هو اخذ افضل لاعب في المباراه. لا جافي انا كنت اتوقع جافي، انا اختار جافي بصراحه، كلنا مع جافي يعني نتفقوا جميعا ان جافي افضل لاعب في برشلونه اليوم، كبير جدا في وسط الملعب، غطى اخطاء ناس كتير في وسط الوحيد لانه ما ساعدوش لا جاندوغان ولا حتى رافينيا عندما كان وسط الملعب، ولا حتى اللاعب اللي دخل فيرمان اللي عندما دخل، الوحيد اللي كان يسترجع كره ويرجع ويساند ويرجع، اكثر واحد ركض واكثر واحد استرجع كرات هو جافي اليوم. لما نتكلموا على لماذا الفريق لم يكن قوي، لانه قوته ديونغ غير موجود، بيدري غير موجود، والان هو يتحمل المسؤوليه اكثر في عمليه افتكاك الكره. برشلونه سهل انك تلعب الكره، لكن وين المشكل؟ في استرداد الكره، في استرجاع الكره في وسط الملعب، في اللاعبين المهاجمين، هذا هو المشكل الان لغايه الان. زياده على شيء اخر يا مهند، في احصائيه الفريق لم يسجل اهداف منذ بدايه الموسم. كم هدف سجل لغايه الان مع هدف اليوم؟ يمكن 12 اعتقد بهذا الهدف 13 في 8 مباريات 18 هدف 18 هدف برشلونه 18 هدف وهدف اليوم 18 النهارده يبقى 19. بالنسبه لبرشلونه لا، المفروض يسجل اهداف اكثر من في هذا التوقيت بالضبط من الدوري. المواسم السابقه يسجل اكثر هذا من الاهداف ولا يستقبل اهداف. يمكن تحسن اداء دفاعيا، خصوصا تكلمنا على اللاعبين الارتكاز، خصوصا مركزي الدفاع قلبي الدفاع كوندي مع كريستنسن، لكن المشكل دائما كما قلت هو وسط الملعب. عوده بيدري، عوده ديوغ اكيد تعطي قوه اكثر في وسط الملعب، مع كما قلت على غاندوغان لانه ما شاهدناش غاندوغان، ليس هو غاندوغان السيتي. ثم بدايه الموسم ليفاندوفسكي ليست البدايه الجيده، كان سجل اهداف، كان يحسم مباريات من نصف فرص. فريق عندما يكون عنده مشاكل دائما هو الذي يظهر في عمليه تسجيل الاهداف. الوحيد انا في اعتقادي الموسم بدايه الموسم وفي حتكون خساره كبيره لبرشلونه غياب رافينيا، لان دائما يجد الحلول، من تغيير الحلول الجماعيه رافينيا عنده الحلول الفرديه. السرعه مهمه جدا يا مهند مع التكتلات الدفاعيه اللي بتلعب قدام برشلونه، وده بيأخر الفوز. لما يبقى غيب عنك التوفيق زي ما يوسف حل الموضوع ليفاندوفسكي، فانت عندك السرعه في وسط الملعب مهمه جدا. اللعيبه اللي بتيجي من الخلف، الاثنين دول طبعا فارقين جدا جدا مع اداء برشلونه بالذات في الجانب الهجومي. عندهم الابداع اللي مش موجود في وسط الملعب دلوقتي، فالابداع ده هو اللي بيفك التكتل، الدبل باس، السرعه. انا قلت لك ليه على فيرمين
وعلى لامين وعلى كانسيلو، لان هم بيلعبوا اللعب الغير متوقع اللي هو يلعب الكوره ويجري يدور على المساحه، ده هو اللي بيفك التكتلات الدفاعيه. انما انا اشوف ان هو فوز صعب النهارده، لان اشبيليه عمل مباراه جيده، تحسن كتير عن بدايه الموسم. الفريق بقى شكله منظم في الملعب، عنده لعيبه عندها خبرات يا مهند. الهدف طبعا اللي احرزه راموس سوء حظ كبير جدا، وخاصه انه يطلع من راموس يعني قدام برشلونه كمان، فضغط. خاصة انت اليوم تغنيت كثير براموس. لا عادي، شكرت كثير في راموس. هو يستاهل بصراحه، اكيد يستاهل. عمل مباراه كويسه جدا برغم الخطا والله يا مهند، انما عمل مباراه كبيره وانا اشوف ان هو الاستقرار الكبير اللي في دفاع اشبيليه المباريات الاخيره هو سببه راموس بصراحه يعني. طيب بعيدا عن نتيجة المباراة كابتن يوسف، ليس هذا هو الأداء المثالي لفريق برشلونة للمنافسة محليا وأوروبيا. لازال هناك شيء غامض في توليفة تشافي، في الشكل، في هوية فريق برشلونة. أكيد ليس هذا المستوى، لأنه عندما تلعب مع منافسين عطفا على الرصيد البشري وجودة اللاعبين المتوفرة لتشافي، شيء طبيعي مهند. ما ننساوش أنه قوته دائما في وسط الملعب، خصوصا اللاعبين اللي كانوا مصابين، بيدري ولاعب ديونغ، بالإضافة كما قلت الآن مع إصابة رافينيا الأمور أصبحت معقدة أكثر. لكن لحسن الحظ أن فريق برشلونة الآن يفوز من صحيح بنتائج صغيرة، لكن فوز مهم على المستوى المعنوي، البقاء في الصدارة الآن. وحلو تصحيح الأخطاء وأنت منتصر. أكيد، لأنه دائما تلعب، شوف عندما تلعب يكون ضغوطات أقل ضغوطات الآن، الفريق يستعد للمباراة المقبلة في أقل ضغوطات، لأنه يعني الفوز اليوم أكيد سيشيل عليه ضغوطات أكثر في انتظار كذلك مباراة دوري الأبطال، لأن عنده مباراة قوية مع فريق بورتو خارج الملعب، بالإضافة إلى استرجاع والإمكانية استرجاع اللاعبين المصابين. هذه مهمة بالنسبة لفريق برشلونة، خصوصا وسط الملعب، لأن وسط الملعب الآن عنده جافي وحيد اللي جالس يسترجع في الكرة، جاندوجان مش قوي في استرجاع الكرة، رافينيا مصاب الآن، فيرمين اللاعب اللي عنده نزعة هجومية أكثر منه هو دفاعية، هو يحتاج إلى اللاعبين. روميو ممكن يحتاجه في بعض المباريات، لكن في المباريات الكبيرة تحتاج لاعبين كبار عندهم الخبرة والتجربة والقوة في الاسترجاع، وكذلك في اللعب بوكس تو بوكس والمساندة والتسديد على المرمى، كل هذه الأشياء. لكن كما قلت هي بداية، عندما تفوز المباريات تعطيك أريحية أنك تشتغل بدون ضغوطات. طيب كابتن يوسف، كابتن وائل، مشاهدي الكرام، دعونا نستمع سويا عبر قنوات بين سبورتس لتير شتيغن. ماذا قال لمراسل قنوات بين سبورتس باسل طبال؟